السلام عليكم متابعيني الغاليين، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. الطشه مش للملوخيه بس، الطشه عشان تعملي طاجن كشك الماظه يشرفك كده في عزومات رمضان ان شاء الله. النهارده هقولك على اسهل طريقه تعملي بيها كشك الماظه من غير ما تحطي رز ومن غير ما تحطي زبادي. تعالوا كده نسمي الله، بس ما تنسيش لايك وشير. سميت الله ومعايا معلقه كبيره من السمنه، ومعايا بصلايه مقطعه حلقات بس تكون حلقات صغيره، ومعايا معلقه من السكر هنا بيدي لون حلو جدا للبصل، لون كرمله كده ذهبي جميل جدا. هنسيب البصل على نار متوسطه ياخد اللون الذهبي الحلو، وجبت كوبايتين كبار من الشوربه وكوبايه من الحليب. وتعالوا بقى نعمل احلى كشك الماظه. حطيت 3 معالق كبار من الدقيق، طبعا الشوربه بتاعتنا متظبطه، دي شوربه البط اللي احنا عملناها مع بعض ومتحوجه وتمام التمام. لقيتيها محتاجه ملح حطي، بس انا حطيت معلقه صغيره من مرقه الدجاج البودر، بتدي تست حلو جدا. بدوب الدقيق على البارد، وبعد كده بولع النار على نار متوسطه خالص علشان الدقيق يستوي. انا عايزه الدقيق طعمه ما يكونش باين في الكشك، فبنوطي النار خالص ونسيب الدقيق يستوي، بس من الوقت للتاني بتقلبي عشان ما يكلكعش. بقلب طبعا على طول كده على نار متوسطة، كل ده نار متوسطة عشان الدقيق يستوي براحته خالص. هنا كان البصل بدأ يتكرمل وياخد لون ذهبي حلو. اول ما يبدأ ياخد اللون الذهبي الظريف ده بطلعه على طول، ما تسيبوهوش اكتر من كده عشان ما يغمقش. هتيجي تحط